انا عايز اقول ان كل حاجه لها ثمن، كل حاجه. واحد رايح اجانس عربيات، فصاحب الاجانس شافه بيبص على العربيه قوي يعني، فبيقول له لو عايزها اديها لك، والله العظيم لو عايزها اديها لك. قال له اه انا عايزها. قال له فين فلوسها؟ قال له معيش. قال له تبقى مش عايزها، لو كنت عايزها كنت جبت فلوسها، كنت موتت نفسك عشان تلم فلوسها. يا شباب يا شباب، ده بيت في الدنيا يساوي كام؟ طب فيلا في المعادي، طب قصر في افخم حته في الدنيا يساوي كام؟ طب قصر من قصور الجنه يساوي كام يا جماعه؟ ملوش ثمن ازاي؟ ده بنت يعني مقبوله متوسطه الجمال تتجوزها، شوف هتدفع كام في الجواز؟ ملك الجمال العالم تدفع كام في الجواز منها؟ طب ما بالك بقى بحوريه من حوريات الجنه، يبقى الجواز يبقى الثمن ايه؟ ثمن الجنه ايه يا جماعه؟ انا جاي اقول لكم الليله ان كل حاجه ليها ثمن، لازم تدفع الثمن، لازم تدفع الثمن. الصحابه ما خدوش الجنه غير بعد ما دفعوا عمرهم. يا جماعه الالتزام والله العظيم، الالتزام ما هوش ركعتين بيتصلوا، الالتزام عمر بتديه لربنا، حياه بتديها لربنا، وجهه بتوجه طموحك واهدافك وكل حياتك اليها. الصحابه دفعوا عمرهم عشان ياخدوا الجنه، دفعوا كل ما يملكوا عشان ربنا يقول لهم لقد تاب الله، دفعوا اغلى ما يملكون عشان ربنا يقول لهم مغفره.